عباد الله، إن الانتماء إنما هو إلى دين الله رب العالمين وحده، إلى توحيد الله رب العالمين. سوى الله رب العالمين بيننا جميعا في الحقوق، ورفع الله رب العالمين بعضنا على بعض درجات بالتقوى والعمل الصالح. فمن كان تقيا ولو كان عبدا حبشيا كانت له المنزلة عند الله رب العالمين فوق من لم يكن كذلك ولو كان شريفا قرشيا. فاتقوا الله وصححوا انتماءاتكم وطلقوا شعاراتكم دون شعار الإسلام العظيم. تحلقوا حول توحيد ربكم وحول اتباع نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، إن العالم كله ينتظركم مطبقين لدينكم، محققين لتوحيدكم، متبعين لنبيكم، لكي يخرج الله رب العالمين العالم من ظلمه وجوره ومن عنته وفجوره. إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليكم الأعراض، وتعلمون ما تردت إليه المجتمعات المسلمة من انحلال وفساد ومن اعتداء على الأعراض ومن شيوع للفواحش. أتت بذلك الثورة المعلوماتية، وصار المسلمون يحطمون في أهواء الكافرين، وصار شباب المسلمين إلا من رحم الله معاقرا للمحرمات، آخذا بالمخدرات والمفترات والمسكرات، لاهيا عابثا في الفواحش مخادنا للفاحشات. صار كثير من الناس متحللا من الدين، ترك كثير من المسلمين حقيقة الدين وتحزبوا حول الشعارات بانتماءات ما أنزل الله بها من سلطان. تعلمون أيها المسلمون أنكم إن لم تصلحوا فلن يصلح الناس، وإن لم تحسنوا فسوف يسيء الناس. تعلمون أيها المسلمون أنكم إن لم تحسنوا فسوف يسيء الناس. إن لم توحدوا فمن يوحد، وإن لم تتبعوا فمن يتبع، وإن لم تدعوا إلى الله على بصيرة فمن يدعو إلى الله على بصيرة. إن العالم ينتظركم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منى في مثل هذا اليوم، في يوم النحر، أعلن للعالم كله أن الأموال والأعراض والدماء حرام كحرمة اليوم في الشهر في البلد الحرام. فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا في ماله ولا في بدنه ولا في عرضه. اتقوا الله عباد الله وأدوا الحقوق إلى أصحابها. اتقوا الله عباد الله واجتنبوا الفواحش ظاهرا وباطنا. اتقوا الله عباد الله، وإياكم وأموال الناس، وإياكم وأعراض المسلمين. تآلفوا، تعاونوا، تحابوا، تناصروا، كونوا عباد الله إخوانا. هذا هو يوم النحر، ينحر فيه المسلمون الأضاحي والهدايا، وهذا هو يوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تقع فيه. ترمى فيه جمرة العقبة، وينحر فيه الهدي، وتحلق فيه أو تقصر الرؤوس، وفيه طواف الإفاضة والسعي. فتقع معظم أعمال الحج في هذا اليوم، في يوم النحر.
فهو يوم الحج الأكبر. ضحوا عباد الله واستسملوا ووفروا الشروط في أضحياتكم حتى تقبل منكم زمانا وهيئة وعمرا، أن يكون ما يضحى به من الإبل قد بلغ 5 أعوام، ومن البقر 2، وأما ما كان من الغنم فالمعز 1 سنة، والضأن إلى 6 أشهر، وليقع ذلك بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من رابع أيام العيد، وهو 3 أيام التشريق. فأما من تعجل أو تأخر فإنما هو لحم يقدمه لأهله. اجتنبوا العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية، أن تكون عرجاء بينة العرج، أن تكون عوراء بينة العور، أن تكون عجفاء لا تنقي، أن تكون مريضة بينة المرض. اجتنبوا العيوب التي تجعل الأضحية غير مجزئة، واجتنبوا ما هو مكروه من العيوب في الأضحية. إنما يتقبل الله من المتقين. تصدقوا عباد الله، تصدقوا وتواصلوا وتراحموا وتوادوا وتناصروا وتحابوا، هذا عيدكم عباد الله. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله رب العالمين. اجتنبوا المحرمات في هذا اليوم العظيم، اجتنبوا الاختلاط ومصافحة النساء والنظر إلى ما حرم الله، اجتنبوا الوقوع في الأعراض، اجتنبوا الغيبة والنميمة، واجتمعوا على ذكر الله والصلاة، وابتهلوا لله خاشعين. إن الأمة التي شرفنا الله رب العالمين بالانتماء إليها هي خير أمة أخرجت للناس، وإن الإسلام الذي مسكناه الله رب العالمين هو خير دين، بل هو دين رب العالمين، لا يقبل الله دينا سواه. إن البشرية كلها ضلت عن الصراط المستقيم إلا من تمسك بدين رب العالمين، إلا المسلمين. إن البشرية كلها حادت عن الحق المبين والصراط المستقيم، وهدي إلى ذلك المسلمون. فعيب كبير ألا يأخذ المسلمون بأيدي الضالين، ألا يرحم المسلمون على الكافرين بهدايتهم إلى الصراط المستقيم، بهداية الدلالة والإرشاد إلى الحق المبين. تعلموا دين الله وتمسكوا بدين الله، واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم.